ايش المحذور فيه؟ لأنه طالما نحن تحت هذا الاختطاف، تحت هذه القيود، ما نستطيع نتحرر ثقافيا. طالما انه في شخص بيقول لنا دع ما يريبك الى ما لا يريبك، هذا تراث توارثناه بأخطائه، بعلاته، بما فيه، والعياذ بالله حتى بكفره. يعني الحضارات التي نشأت في الجزيرة قبل الإسلام نلغيها، ثم عندما نعرضها في المتاحف هل هو احتفاء بها؟ هو ليس احتفاء بها، وإنما فقط امتداد تذكير. يا جماعة شوفوا كيف كانت الجزيرة قبل 1500 سنة، قبل 2000 سنة، مملكة كندا أو قرية الفاو أو مدائن صالح أو مدائن صالح. هذه آثار يجب أن نخرج من وهم الربط المستمر مع الدين والحلال والحرام. هذه آثار، ومسألة تحريمها يحتاج إلى دليل كما